طيب معلش في حتّة، هل في أكلة معيّنة أو حاجة يعني وأنتِ كده بتشتغلي، حسّيتِ إن هي ممكن فعلًا الإنسان لو خدها بتغيّر في الmood بتاعه، في طاقته، بأكلة الdark chocolate مالها بتحبنا كلنا خدي بالِك بس في هرمونات مُرّة معيّنة أوي مُرّة يا علياء مُرّة، والّا اللي في درجة معيّنة تعلّي السيروتونين عندي؟ من أول 70% عادي، ال70 مش معقولة! لازم تجيبي 90 مش يا لازم تجيبي لهوي! 90 صعب أوي، حلو، أنا فاكر أنتِ مش كنتِ بتعملي لي أ hot chocolate كده كان جوّه الdiet أنا فاكرة والله العظيم، كنت باحبه أوي. هارُد عليكِ مش لازم أعقّد لِك كل حاجة، عادي في أكل، الحاجات اللي فيها سُكّر والحاجات اللي هي لو إحنا هنتكلّم طبعًا حاجات صحّية يعني بترفع آه، الmood بس ما أيوه، تبقاش أيوه، مصنّعة يعني، دي عايزاها دي. التمر، المشاريب اللي فيها قرفة، قرفة؟ الcombination يعني فكرة القرفة جميلة. القرفة والله! مسكّرة جدًا بطبعها وبتحسّن جدًا، جدًا جرّبي كده وأنتِ عندِك craving ومش قادرة وعايزة تاكلي حاجة مسكّرة، تروحي عاملة كوباية قرفة باللبن وجنبهم 3 تمرات هتبقي باشا. ماشي، لأ هاجرّب عشان أنبسط، أنا باحب أنبسط وأنا باعمل diet ما باحبش أبقى ما مكتئب. هو بُصّي it's all about that هتتبسطي أيوه، وأنتِ ما بتعملي. اكئبش نفسي، ما أنا مش عايزة مودي يبقى وِحِش ولا أكئب نفسي، أيوه كده، حلو، أصلِك هتكتئبي أنتِ هتكتئبي عشان بتعملي diet وإحنا متفقين إن ما فيش حاجة اسمها diet فخلاص أيوه كده صح، نعيش حياتي كلّها مكتئبة. مكتئب بس يعني، خلّينا إن إحنا لازم أي حد ناوي يبدأ diet هو عارف ومُدرك إن اللي كان بيعمله قبل كده ده هَرِس، أنا مش هاعرف أرجع أعمل كده تاني، خلاص أنا جسمي طلّع الراية البيضا، ما عُدتش عارف خلاص وإحنا داخلين على مشارف ال40 ما عُدتش عارف أتعامل بالطريقة دي، خلاص أنا اسمعي خلاياي بدأت تتأثّر، أنا هضمي بدأ يتأثّر، مفاصلي بدأت تتأثّر بالوزن أنا اللبن الزيادة، عامل لي مأساة والله العظيم، ما عُنتش اتفضّلي. باعرف أشرب لبن والله، أنا زعلانة هتلاقيه زعل مثلًا كوباية النسكافيه التاسعة يا بتوجع لِك بطنِك، وبعدين بقت التامنة، وبعدين حبيبتي يعني بقت جسمِك الأولى، حاول اسكتي أنا يحصّرِك. في حزن، أيوه ده colitis ده خلاص كده أنتِ عندِك التهاب في القولون و وأي حاجة محتاجة هضم جامد شوية خلاص. خلاص كده، خدي بالِك اللاكتوز intolerance ده حاجة إحنا بنdevelop يعني مش شرط أبقى مولودة بحساسية لبن، يعني أنا ممكن أبقى أول اليوم ما عنديش حساسية لبن وعلى آخر اليوم يبقى عندي حساسية لبن. من كتر لو ما باشربه تخطيتِ كمية أيوه، لو تخطيتِ كمية معيّنة، يعني أنا أنتِ عارفاني من زمان، ربع إمم، كوباية لبن خلاص، أنتِ من كده ده زمان، أقصى حاجة، كده أقصى حاجة، هتبقى نُص هاتعب، هتبقى كوباية مش يا هالاقي حاجة، لهوي! فهي عادي، خدي طيب بالِك بُصّي ده في الجلوتين واللبن وفي أنواع معيّنة من الفاكهة يعني فكرة الinduced sensitivity الحساسية اللي ممكن أنا ما عنديش طول حياتي حساسية من حاجة وتظهر فجأة. لو ينفع نسمع منِّك في جملتين، أكذوبة تغذية وحقيقة تغذية، بُصّي، هو العالم كُلّه دلوقتي أساسًا اكتشف إن مهمًا عملتِ ما فيش diet بيخسِّس 500 كيلو، أنا لازم ما تقفلي بُقِّك. أقدرش إمم. تخشي لي العيادة أقول لِك الdiet ده يخسِّسِك كام كيلو، أنا لو قُلت لِك كده اجري الناحية التانية، أكذوبة التغذية إن أنا ما أقدرش أقول لِك رقم هتخسّيه في وقت محدد، مش موجود في الوجود، إحنا بشر وكل حلو واحد أوي. مختلف، يعني اللي هو أنا لا هاقدر أقول لِك رقم ولا أنتِ هتقدري تتوقعي ولا أنتِ برضه تجبريني إن أنتِ تنزلي رقم، أول حاجة ما أنتِ مش عارفة فيش بعد ساعة إيه اللي ممكن يحصل، بعد يوم إيه اللي ممكن يحصل، الظروف ممكن تتغيّر، أنا هالبّخ والّا هامشي مضبوط زي المسطرة، يعني في factors كتيرة جدًا، factors فدي بُصّي، ده أنتِ كده اتكلمتِ على factors أنا باسيطر عليها ومش عارفة أسيطر عليها، يعني كمان اهم، خدي بالِك أنتِ برضه كل الكلام ده حاجات تحت سيطرتي، مش في stress مش في مثلًا إمم، أسبوع أنتِ كان عندِك فيه التهاب في القولون، مش في أسبوع إمم، مثلًا بالنسبة للستات PMS، مش إمم، في أيام هييجي لي فيها دور برد، مش أنا ممكن يكون صح، عندي نقص صح، فيتامينات، هو ده كل ده ده له آه، دور، فدي يعني في أكذوبة factors غير الأكذوبة الأولانية اللي أنتِ قُلتيها إن ما مش فيش diet أصل، يبقى كده إحنا معانا أكذوبتين، حلو أوي. طيب حقيقي التغذية، حقيقة بقى، إن إحنا اللي بنبقى مسيطرين هنعرف نخس والّا لأ. أنا ممكن ما أعرفش هاخس كام أو يحصل ثبات، الdiet ده مش مناسب إن هو هيخلّيني أخس الMaximum بس في الأول وفي الآخر أنت اللي بتحدد أنت هتعرف تخس والّا لأ. It's all about you دي حقيقة، أنت في الأول والآخر، دي حقيقة ثابتة. لو ربنا أتاح لك دكتور شاطر يعرف يشتغل على الأسباب اللي فوق واللي تحت ويتشقلب لك ويغيّر لك إمم، ويحاول يعوّدك، بس هل أنت مستعد إن أنت تتغيّر 180 درجة علشان تحافظ على صحتك، في الأول وفي الآخر المُقرّر والمسيطر الوحيد هو أنت، أنت. دي حقيقي، فلازم تبقى البداية من عندك والنهاية ماشي، إحنا كنا بنتكلّم أنا وماجي على حاجة اسمها الfear of missing out عشان إحنا قُلنا هنتكلّم عليها ونسينا. على الFOMO
على الFOMO. إمم. إن الFOMO ده concept أنا باقول لها إحنا بسبب الفترة دي في أحداث كتير أوي مش لطيفة يعني بتحصل، إحنا نهاية السنة عشان الله أعلم الحلقة دي هتتذاع إمتى. إن شاء الله قريب بإذن الله. نقول يا رب، في ناس بقى لهم 6 شهور. إحنا في ديسمبر 2025 السنة بتخلص، بس إيه، إمم. هي بتخلص بشكل مأساوي شوية، الواحد يعني كان في سلسلة من الأحداث خلّيته يفكّر بعمق أوي، فأنا باقول لها أنا عندي مشكلة كبيرة جدًا الفترة دي إن أنا متعلقة أوي بالموبايل، لإن أنا حاسة إن أنا كده هاشوف كل حاجة بتحصل، فهاحاول على قد ما أقدر أعمل plans عشان أحمي ولادي بيها أو أحمي حبايبي يعني، وده الconcept ده اللي هو أنا ما باسيبش الموبايل من إيدي حرفيًا وباضيّع وقت مهم جدًا، اللي هو أنا عايزة أحميهم، طب ما أنا أقعد معاهم وأتكلم معاهم صح. وأعمل connections، بس بالاقيني ماسكة الموبايل وده الconcept بتاع الfear of missing out أو الFOMO، لدرجة إن كان في يوم موبايلي فصل فجأة، بقى عامل زي الحديدة وأنا كنت في القاهرة، ومفروض خلاص باخلّص شغل وراجعة، وكل حاجة طبعًا لها علاقة بالموبايل، الأوبر اللي صح. هاركبه، حجز الباص، هاقعد أعمل إيه وأنا قاعدة جوّه الباص، وطول ما أنا راجعة قعدت مثلًا ساعتين ونُص وكانوا أطول 5 ساعات عدّوا عليّا في حياتي بافكّر في موبايلي، إمم. ما خدتش بالي بقى إن من كرم ربنا أختي طلبت لي Uber جالي لحد عندي، يعني دي بقى تكنولوجيا ربنا سخّرها لنا علشان الأمان، إنها تبقى عارفة وشايفة الرحلة بتاعتي كاملة من أولها لآخرها، معاها رقم السواق بتاع Uber، حجزت لي جو باص، وصلت عند أختي قعدت ألعب مع بنت أختي، وطبعًا أحضان وبوس وكانت طايرة بيّا حبيبتنا إن أنا ما كلنا دي، كنتش هاروح حبيبتنا لها كلنا. بالضبط، أنا ما كنتش هاروح لها بس بسبب اللي حصل ده، رُحت شُفتها ولعبت معاها ونيّمتها وتضحّكني وتعملني، وربنا حاول يخفف عليَّ بأحسن طريقة، حجزت لي جو باص ووصّلتني لحد الباص، جابت لي ice coffee دلّعتني، أخدت رقم السواق وادّيته وبعتته لجوزي، جوزي قعدت ساعتين أنا برضه عمّالة أحُط طين على وشّي علشان عشان الموبايل بايظ وعندي سفر تاني يوم، إمم. ولقيت جوزي مستنيني، فهو طَب ما هي أنا في الآخر أنا نسيت أقول لِك الحتّة دي يا ماجي، أنا أول إيه؟ لمّا وصلت البيت فتحت فيديو كده قال لي دوسي على زرار الvolume من فوق لتحت، الموبايل فتح، يعني كانت المشكلة فين؟ ولا أي حاجة، أنا أول لمّا وصلت البيت يا راجل! وغيّرت هدومي، قعدت على الكنبة، فتحت فيديو كده قال لي دوسي على 1، 2، 3 عملت 1، 2، 3 الموبايل فتح. أصلًا! دي بقى أوكي. 5 ساعات من كرم ربنا إمم. المتتالي عليّا، بإن أنا حواليّا ناس بتحبني وبتخاف عليّا لوحدي، ده وإن الsupportive system. ربنا بيحاول يعوّضك إن في ممكن خدي بالِك هو طبعًا دي مشكلة تافهة جدًا يعني الموبايل إيه اللي يفصل، بس بس بُصّي أخدت وقت قد إيه من الواحد لأ، وأنتِ قاعدة 5 ساعات ذهنِك مشغول، أنا مش عارفة أوصل، أنا إزاي بكرة هاشتغل، أنا إزاي هاجيب موبايل جديد، أنا، وشُفت أختِك وأنا وبنت أختِك وجوزِك كنت سلسلة من الكرم، كنت في سلسلة من سبحان الكرم، الله. خدي بالِك ده أنا فعلًا زي ما باقول لِك هو الحمد لله، الحمد لله كل الابتلاءات اللي بتحصل للواحد لمّا بتخلص بتعرفي تشوفي ليه ربنا قال إن إمم. ما فيش حد بيُبتلى إلا على قدر تحمُّله، وهيعلّمك حاجة معيّنة لإن أنا مدّيك support system معيّن، صبر بنسبة معيّنة، كرم بنسبة معيّنة، هتعرف تنجو من الابتلاء ده صح. بإيه، بخبرة معيّنة. إن مع العُسر البني آدم شاف ابتلاءات كتير بس على قد ما شاف شاف قصادها كرم من ربنا إحنا لا نستوعبه. هتخلّيني أخُش في سؤال نسيت أسأله لِك، إيه أصعب موقف عدّى عليكِ؟ ما هو أنتِ هتخُشّي في الابتلاءات هنخُش في الحتّة ما دي، لا والله إيه بُصّي أصعب موقف عدّى عليكِ؟ مواقف صعبة كتير أوي اختاري لي موقف واحد وعدّيتِ منّه. لأ، ما أنا عارفة، ما أنا لأ، صاحبتِك وعارفة. هاقول لِك أنا ما بابُصّش على الابتلاء إن بنظرة المظلوم أو بنظرة الضحية. حلو، دي مطلوبة أنا جدًا على بابُص فكرة. ساعتها أنتِ بتبقي حاسة إن أنتِ أصل أنا مش منزّلة من السما، أنا مش أيوه، لا، ملاك، لأ، إحنا مش ملاك، إحنا في ساعتها بنبقى منهارين، خلّينا برضه متّفقين، صح. وساعات الشيطان بيدخل مدخل اللي هو ده أنتِ حصل لِك 1، 2، 3، 4 واشمعنى واتعمل أنتِ فيكِ من 1 دون الناس اللي في إشمعنى أنتِ؟ الكوكب ده كله؟ مدخل أيوه، وأنا إمم. مش منزّلة من السما، والواحد يعني متخبّط جدًا، جدًا، بس باحاول إن أول حاجة أقولها لنفسي أنا مش ضحية، أنا كنت في الابتلاء ده بسبب مجموعة من الاختيارات أنا عملتها، إمم. فباحاول أطلع شخص أحسن، باتخبّط شوية، بيبقى في فترات down أبُص بصّة مختلفة لحواليّا أو على الظروف اللي الواحد عايشها. إيه بقى الموقف الصعب؟ أنا الموقف مش الصعب هاسيبِك. هاقول لِك، يعني أكتر حاجة آه. فاكراها دلوقتي،
إمم، لمّا حمزة اتولد كان لونه مزرق شوية، فدخل الحضانة ودكتور الأطفال جه يكلم ماما قال إمم. لها طبعًا ماما ما سابتهوش، يعني إحنا لو هاتكلم عن ماما هاقعد لأ أنتِ طنط ما أنا هاعمل معاها حلقة. ماما أنا باشتغل في التغذية بسببها، ماما أنا خدت الدبلومة بسببها، ماما وبابا، يعني هُم بيزقونا على طول إن إحنا نبقى الأحسن، إمم، أنا واقفة في أي حاجة هُم بيزقوا ورايا، هُم أكبر كرم من ربنا يعني، راحت جريت وراه ودخلت الحضانة وجابته جد شافته جابته جد. جابت حمزة. قالت لي: "ما قدرتش أسيبه." دكتور الأطفال كشف عليه وقال لها: "هو بس عنده مِرمِر في القلب محتاج يروح لدكتور أطفال يعمل إيه، إيكو." يعني إيه مِرمِر معلش؟ مِرمِر اللي هي صوت دقة قلبه مش طبيعي، أوكي. ودي بتبقى طبيعية في إمم، المبتسرين أو الصغيرين أو التوائم، إن بيبقى إمم، عندهم ثقب في القلب إيه، إمم، بيلِم تاني بعد أمّا بيوصلوا لوزن معيّن، تمام، عادي دي حاجة عادية جدًا بالذات في إمم. التوائم يعني، ده ابتلاء. ومطلوب بقى منّا إن إحنا نشيله هيلا بيلا وهو أيام، نعمل له إيه، إيكو، ادّوا له منوِّم، ادّوا له دي لحظات كارثية، دي لحظات وهُم precious baby يعني أنا قعدت حبّة على ما حملت، قعدت 3 سنين على ما حملت، فهُم كانوا جايين إيه، بونبوناية العيلة يعني، ناخده ونروح لدكتورة عنده ثقب في القلب، عنده ضيق في الشريان الرئوي، محتاج يعمل قسطرة، وطبعًا أنتِ عارفة بقى اكتئاب ما بعد الولادة طب يا وكَم الأفكار لهوي! كَم آه، الأفكار السودا وكل حاجة، خدناه ورُحنا لدكتورة تانية، كل ده وإيه، وماما موجودة، أكبر دكتورة في المنصورة، حلو. عنده كذا وكذا، حجم الضيق كذا، هنستنى عليه شوية لمّا يكبر، لإن طبعًا حجمه إيه، لا يتحمّل إن هو عمليات يخش عملية، أكيد. يعني الحمد حالته مش لله. urgent لدرجة إن هو إيه، بيزرق بيعمل لأ، ما بيزرقش، بيتنفّس كويس، بيتنفّس كويس، خلاص يبقى هو مش محتاج إن هو يخش إيه، عمليات تمام، وده كان الحمد جزء لله. من كرم ربنا علينا، لإن أنتِ لمّا تروحي العيادة لأ إحنا ربنا كان كبير أوي يعني، شُفتِ يعني إحنا كان شُفتِ عندنا مشكلة بس إحنا ربنا كبير، 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 شُفتِ مش محتاجين مناظر أو ناخد شُفتِ أدوية وده ناس برضه تانية جزء حالتهم صعبة. يعني ربنا بيقول لِك أنتِ مبتلاه أهو، بس في أوحش. في أوحش منّي، ده الحمد لله أوي على أوحش النعمة. بكتير، صح. كمّل 3 شهور رُحنا تاني قالت لنا الإيه، الضيق بيزيد مش بيقل، أوكي. وزنه كبير لازم يقل، ما ينفعش يزيد الوزن ده كلّه، لازم إيه، يقل شوية، ماشي، لإن هو طبعًا كان underweight فكان بيرضع كتير فزاد أوي، فقال لك لأ ده أوكي. حِمل على قلبه لازم إمم. يقل يخاف. شوية، خسّينا شوية قال لك خلاص إحنا دلوقتي في ما ماما كانت سافرت بقى خلاص، إحنا دلوقتي في مرحلة التدخُّل الإيه، الجراحي، لازم يعمل الجراحة. قسطرة. يشاء القدر إن ماما وبابا مش موجودين، وده حاجة أنا مش هاعرف أعملها لوحدي، تمام. عشان أخته، وخلود كانت والدة معايا في نفس الوقت، فيعني أنا كنت بيهم وتالية كان في نفس الوقت خلود هي اللي معايا في المنصورة، فأنا اهم. لوحدي، فقُلت لها: "طب هل حالته تنفع إن أنا نأجّله لحد ما ماما تنزل؟" أوكي. قالت: "تنفع، ماشي ما نقدر فيش مشكلة، نستنى شوية. هنستناه، آه. هنستناه." ماما نزلت مخصوص بعد أقل من شهر، أوكي. نروح نعمل الإيكو يا ماجي، أيوه. نلاقي إن الضيق بدأ يوسع. يوسع؟ سبحان الله! قالت مع إنه لنا هو كان إحنا ده ماما نازلة بنحدد عملية. ميعاد العملية، الضيق أوكي. ما عادش بمستوى هو إحنا كنا mild وsevere إحنا كنا إمم. دخلنا في الsevere قالت لِك بقى mild سبحان الله. يا ستي أنتِ أنا منزّلة أمي مخصوص عشان هنعمل لأ أنا متأكدة عايزة أعمل عملية بقى خلاص أنتم طب قيسي دخلتوني في تاني الmood، أنتم دخلتوني في الmood. متأكدة طب آه. قيسي تاني قالت محتاج، مش محتاج أصلًا مش محتاج أي نوع من خلاص مش أنواع محتاج العمليات. ولا أدوية ولا أي حاجة. تلقيتِ الخبر ده وأنتِ قاعدة مش إزاي؟ ممكن ابتلاء في حاجة أنتِ ما لكيش يد يد فيها. فيها. أنا صح. أنا أولي وآخري إن أنا باسأل على أحسن دكتور وباوديه للدكتور، بس كده، بس بس ما وبانتظر يعيطش، وأعمل ما العملية إمتى. يزعلش، صح. بس أنا يعني حتى إن أنا آخد القرار إن أنا أعملها لوحدي، أنا كنت مش قادرة أعمل من غير support system كافي، إمم. ويعني مع حد من زمايلي في الشغل كان بيقول لي: "أنتِ جامدة أوي." مش قُلت لهم: "على فكرة أنا مرفهة إلى أبعد أنا دلوعة عيلتنا، أنا لمّا بتحصل مشكلة العيلة كلّها بتقف على رجل، وكل إمم. الناس وكل أصحابي وكل حبايبي كلّه إمم. بيتقبّلني على كفوف الراحة، وده يعني كرم ربنا يعني هو أصعب حاجة لمّا إمم. بتتحطّي في ابتلاء ما بيكونش ليكِ اختيار فيها، بس لمّا بيخلص يا نهار إمم. أبيض! ده الصبر ده بيوديك في حتت تانية، شوفي فإنك الجمال. بأعيننا ربنا ما بيسيبش، إحنا كلّنا في معية الله وفي حفظه بجد، أنا يعني في خضم بقى كل الأحداث الحزينة اللي إحنا إمم. عمّالين نقولها، يعني أنا حاضرة عازة شابين زي الورد يومين ورا بعض، ولادي بيلعبوا سباحة وفي سباح لسه متوفي في البطولة،
حتى الحاجة اللي أنتِ بتعمليها علشان خاطر تحمي ولادِك بقيتِ شاكة فيها دلوقتي، باودّيهم المدرسة بيحصل بلاوي في المدارس، إمم، باودّيهم النادي بيحصل بلاوي في الصبر صبر صح، والتوكُّل والدُعا، على الله صح، والدعاء، وإن أنتِ تحاولي على قد ما تقدري إن في كل خطوة بتدعي ربنا ويبقى في قلبِك وفي قلبهم، عشان خلاص إحنا بنطلقهم إلى الحياة، صح، صح، دلوقتي إحنا لينا سيطرة عليهم بعد كده لأ، فبعد كده نحاول خلاص على قد شكرًا، إمم، نحاول نخلّيهم أسوية، إمم، أسوية ونربيهم ربع التربية اللي إحنا اتربيناها في العالم ده، أنتِ مش عارفة أنتِ عايزاهم يبقوا متربيين والّا عايزاهم يبقوا صيع ومدردحين. حيّرونا، حيّرونا والله العظيم. فشوف كانت البداية مرعبة إزاي، وبالsupport system اللي أنا برضه كنت عايزة معلش أضيفه إليكِ، الsupport system بتاع إمم. عيلتِك هو support system لأصحابِك. مش وأنتم برضه أنا يعني هم وأنتم، يعني هو الواحد كرم ربنا كان كبير أوي عليه إن لمّا باجي بانام كده على المخدة، بالاقي بدل الواحد الحمد لله. أكتر مش هاقول بقى رقم، يعرف إيه، آه، يعني يلِف درجة. مرّة هابقى مش طايقة حد ومش عايزة أتكلّم، هامسك مصحفي وهاكلّم ربنا، هي يعني هيعرف يراضيني لو أنا ما دخلتش خدي بالِك في حتّة كده عايزة أقولها، إحنا اللي بنغوص في الكهف، إمم. ما بنبقاش عايزين نخرّج نفسنا منها بنسيب بس نفسنا كده، بنسيب نفسنا. ساعات الابتلاء بيبقى شديد وتقيل، إمم، أنا لا أُتفِّه أو أقلِّل من مشاعر حد، لإن أنا ممكن حاجة أعرف أتحمّلها، حد إمم، تاني ما يعرفش يتحمّل. طبعًا صح. لو أنت عايز تطلع هنرجع تاني للإيه، إمم، للخاتمة اللي إحنا كنا قُلنا it's أيوه، all about you كلّه صح، في إيدك، قرّر تطلع هتقرّر ترايز هتقرّر إن أنت أقوى هتعرف تطلع، هتقول أنا تحت مش قادر، أنا أسود، أنا إمم. بُني، أنا هتفضل تحت. هتفضل تحت، ربنا هيبعت لك كل وسائل المساعدة اللي ممكن أي حد وهتتجاهل كل الكرم اللي أنت شُفته في الإيه، في الprocess دي. عارفة قصة ال العجوز والمركب؟ ده كتاب، كان لأ جدو ما على طول جايبه أعرفوش. لي، اللي هي إيه، بتفسّر لِك إن أنتِ تبقي مستنية مساعدة ربنا بصورة معيّنة وبتتجاهلي الإيه، كل اللي حواليه. واحد صياد عجوز في عرض البحر بيصطاد، فمركبه اتخرم والمجادف بتاعته وقعت، ربنا عايز يساعده، بعت له مركب، تعالَ علشان نساعدك، لأ أنا مستني مساعدة ربنا، اركب أوكي. معانا علشان نساعدك، لأ أنا أنا مستني مستني مساعدة مساعدة ربنا، ربنا. لحد إمم، أمّا غرق، ما هو ربنا بعت لك مساعدة و2 و3 وأنت مستنيها بشكل معيّن، وتجاهلت كل الإيه، الوسائل الأخرى لحد أمّا غرقت. صح. مش معناه إنك تُقف مكانك تستنى الفرج كده وأنت ما بتعملش حاجة. الفرج يأتي في صور عدة، منها طبطبة عليكِ في آية قريتيها، منها طبطبة في كلمة مثلًا إن بنتِك أخدت بالها إن أنتِ مزاجِك وِحِش، طَب أنتِ زعلانة ليه يا ماما؟ كنتِ في الشغل وحد قال لِك كلمة تهوِّن عليكِ أو acknowledgement اللي هو أنتِ شاطرة أوي أو أنتِ إمم، فهمتيني أو ده أنا مبسوط أوي بالنتيجة اللي أنا وصلت لها، أو إنِّك تبقي داخلة الشغل مالِك عاملة كده ليه، شكلِك متضايق، إن حد أخد باله إن أنتِ متضايقة، ففتح لِك صدره ورحب إن إمم. أنتِ تتكلمي معاه، مش شرط المشكلة بحد ذاتها تتحل، بس كفاية إحساس اللي حواليكِ أو الدعم اللي بييجي لِك من حيث لا تدري وأنتِ قاعدة كده. فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، هو أيوه هو ده رب هو اليسر لازم يبقى فرج من أوسع وإن كل المشاكل تتحل، ما هو ما كانش يبقى ابتلاء، بس خدي نحس بالِك بقى بالحتّة اللي أنتِ بتقوليها، أيوه، ما نشوفها. هو أنتِ مش هتحسي طول ما أنتِ بتتعاملي مع نفسِك إنِّك ضحية، إمم، صح. طب أنا عايزة حتّة حلوة بقى، قولي. عايزة عايزة حاجة علياء بتعملها في يومها، إنجاز بسيط، شوفي في وسط بُصّي، المؤتمرات بقى ما لناش دعوة، في وسط الكورسات ما لناش دعوة، في وسط مذاكرة العيال والزعيق والصريخ، وفي وسط التمارين، علياء بتعمل إيه لنفسها يديكِ شوية إحساس كده، لأ ده أنا النهارده. مؤخرًا، إمم، مؤخرًا بقى عندي هدف واحد حلو، باحاول أعمله، آه، دي المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي، باحاول ألِنك كل حاجة لربنا حلو، ولقدرنا ولنصيبنا، إن أنا أصلّي صلواتي كلّها كاملة في ميعادها، في ميعادها، حلو أوي، أوكي، ده الإنجاز اللي أنتِ وده بتحاولي تعمليه دلوقتي. صراع إمم، باحاول جاهدة إن أنا أعمله، هو صحيح هو ده ضعف شديد أوي منّي، إن دي حاجة مش سهلة، حاجة إمم، مش already بتتعمل، بس إمم. لأ، أنتِ بتلاقي نفسِك مليون مُبرر، أيوه، أنا لأ أنا عايزة وفي ولادي. والدنيا ساحلاكِ في حتت، بس أنتِ بتجاهدي. أنا باجاهد لإن أنا عايزة ولادي يبقوا كده، يعني إمم، كل اللي بيحصل ده.
كل الpanic attack اللي أنا باعيشه والأشواجندا اللي أنا باضربها علشان ضربات عايزة قلبي اللي على أجرّبها، طول حلوة يا حُبّي الأشواجندا دي. ولا أي حاجة الpanic attack شغال 24 أنا قُلت والله العظيم كُلّه ضحك أنا باقول علينا. لِك هو إمم. الكور إمم. عايزة ألاقي كور، حاجة بارجع لها إمم. أفرّغ فيها الطاقة السلبية، وربنا مدّينا 5 مواعيد محطات إعادة تعبئة للطاقة الإيجابية، يبقى غبي أوي اللي ما يعرفش يستغلها، أنت لأ بتقول هو الله أكبر 5 مرات، إمم. الله أكبر من كل حاجة الله أكبر من كل ابتلاء إحنا بنشوفه. إمم. فلمّا تُقف ما بين إيدين ربنا وأنت لسه مثلًا حد مسمّعك كلمة وجعتك، حسّيت إنّك مُقصّر في الحتّة دي، بس بتقول سَمِع الله لمن حمده، إمم. ربنا سامعني عشان أنا على الموقف الوِحِش ده قُلت الحمد لله، ربنا سامعني علشان على الإحساس الحلو ده قُلت الحمد لله. إمم. كل كلمة بتقوليها في صلاتِك لو صلّيتيها بتأني هتلاقيها بتطبطب عليكِ، أنتِ هتلاقيكِ بتقري بالصورة الصغيّرة اللي بتمسِّك، مش أصغر صورة وخلاص، مش أسهل صورة وخلاص، مش أسرع صورة وخلاص، سبحان ربِّيَ الأعلى، أنا متضايقة إن حد في الشغل ضايقني أو ولادي جابوا درجة وِحشة، ربنا هيراضيني، مشاكل تافهة أوي. قصاد إمم. إن أنا بادعيه وإن أنا مسلمة، وإن ربنا انتقاني إن أنا أبقى على دين الإسلام، وإني باصلّي على سيدنا النبي اللي سُنّته بترفعنا إمم. ولو أنا حاسة أي إحساس وِحِش أدوّر على حديث أو على آية أو تطبطب عليَّ، إمم. ربنا معانا 5 مرات أهو في اليوم لو أنتِ ما بتقوليش الأذكار إمم. الصباح والمساء، ولو أنتِ ما بتستغفريش، ولو أنتِ مش ماشية بسبحتِك. بقيت باحاول تبقى في إيدي، لإن هي لو في إيدي على طول غصبٍ عني بتلاقيكِ شوية صح. بتفرّيها صح. وأنتِ ما صح. بتذكريش، وبعد صح. كده بتبدئي تستغفري، بترجعي تعاني. إمم. استغفر الله، استغفر الله، وباحسّها هتيجي على رقم مثلًا 10 تبدئي إمم. تحسّيها إنِّك فعلًا بتستغفري ربنا من كل القرف اللي بتشوفيه في الدنيا، ما أنتِ تحسّي إنِّك ماشية في مزبلة من الحاجات اللي بتسمعيها. ده اللي أنا باحاول بانتحر، طبعًا باحاول يعني باعرف 50% وما باعرفش 50%، أحاول أصحى أصلّي الفجر عشان يومي يبدأ، طبعًا دي حرب أهلية. المجرمة قالوا لي لمّا بترضى تخلّيني أنام جنبها، كلبة بس أنا بترفضني رفض مشؤوم. بس بُصّي، هي الناس طبعًا أنا عاملة اللقاء معاكِ وأنا شايفاكِ، بس هي الناس مش شايفاكِ، فإحنا وإحنا بنحكي إحنا متأثّرين جدًا، مع إنِّك بتحكي على آه. إنجاز المفروض إن أنتِ بدأتِ تعمليه ومأثّر فيكِ بالإيجاب، بس إحنا متأثّرين، ليه كده؟ أنا متأثّرة لإن أنا حاسة إن الحل كان في إيدي كل ده وأنا مش شايفاه، أو بتدوّري على حاجة مش حد يعملها لِك من برّه والحل سهل أوي، في سهل أوي. إيدينا. كل المرّات اللي أنا كنت مخنوقة ومتضايقة وأنام من غير ما أصلّي العشا، ما أنا لو كنت وقفت اتوضّيت بنية إن أنا باتطهّر من قرف الدنيا اللي أنا شايلاه جوّه قلبي وكل الحاجات إمم. اللي أنا سمعتها على مدار اليوم. ووقفت بين إيدين مش باصلّي، أنا باقف بين إيدين إمم. ربنا، ومش هادوّر على أي جيبة ولا أي طرحة على الطقم اللي أنا عايزاه، أنقي إسدالي الحلو وأعدله إمم. وأقف ومش أزنق نفسي في corner في الأوضة ما لوش لازمة، لأ، أبقى فارشة سجادتي الجميلة الحلوة آه. عشان أعرف أصلّي بجد هابقى صاحية زي الفل. بس وصلنا له الحمد لله، بدأنا أهو. بدأنا بُصّي، أنا الواحد بيزعل من الناس ليه، أنا وأنا إمم. صغيرة وإحنا في الجامعة ما انساش كانت الlink ما بيني وما بين ربنا أحسن من إمم. كده، بس هاقول لِك إن فعلًا الدنيا ما كانتش إمم. بتسحلنا زي دلوقتي، آه، لأ دلوقتي إحنا ما مسحولين. إمم. انساش أبدًا موقف وإحنا كنا بنصلي في السلّات وكنت إمم. مخنوقة أوي مش فاكرة إيه يوميها، وأنا باحب أبقى بابُص على الآيات اللي إمم. الشيخ بيقراها عشان ما اسرحش. حلو. ماسكة المصحف وقاعدة أرِف، مش عارفة هو إيه، وكان بيقرا سورة يوسف وأنا باحبها جدًا. الهوا إمم. أنا لن أنسى هذا الموقف لطالما حياتي. الهوا حرّك صفحات المصحف إمم. لقيتني بابُص على الآية اللي اللي الراجل بيقرأها. الشيخ بيقراها. أنا ما انساش أبدًا اللحظة دي كانت دموعي قاعدة تنهمر، أنا بدمعة طبعًا أنتِ عارفة. ما أنتِ شغّالة أهو، بس هو الناس مش شايفين. اللي هو عارفة أنتِ عارفة لمّا تحسّي إن حد بيطبطب. طبطب عليكِ، اللي هو إيه، إمم. أنا هنا أهو، شوفي أنا سبحان هنا الله. أهو، شوفي الموقف ده من كام سنة شوفي الموقف وإحنا ده في الجامعة، ده ده من الجامعة. من كتير أوي، أوي ولسه فاكراه. آه طبعًا، إحنا موجودين في الدنيا دي
علشان نعبد ربنا ونعمّر الأرض لحد ما نقابله تاني ونعيش الجزء الأكبر اللي إحنا هنعيشه من حياتنا. ساعات لمّا الواحد يتخنق ويقول خلاص أنا ما عُدتش قادر أستحمل، أنا عايز حياتي تخلص، ويقعد بقى الكلام الخايب اللي الواحد بيقوله ده، مش جاهزة أقابله، أنا عملي مش كافي إن أنا أقابله، أنا إمم. مش عارفة أقابله 5 مرات في اليوم، صح. علشان أنا آخد طاقة إيجابية وآخد بيهم هاقف ما بين إيديه يسألني أنتِ عملتِ إيه؟ بس بدأتِ وبتحاولي، أنا مش عشان بس أنا شايفاكِ متأثّرة، أنتِ ماشية on track، أنتِ ماشية on ما track. فيش بقى ما حتّة بقى إن أنا ما الواحد ما بيحسّش إن هو كافي أبدًا، إمم. لإن كانت آلاء على طول تقول لي: "أنتِ طموحة جدًا." الله يمسيكِ بالخير إحنا يا آلاء، بنفتكرِك كتير في الحلقات. آه. لأ، آلاء الكور، آلاء الكور، يعني آلاء أنا باكلمها لمّا أبقى عايزة أفهم إيه اللي بيحصل آه في والله. حياتي أنا. هي فاهمة أكتر منِّك، إيش دراكِ أنتِ؟ وفعلًا، فعلًا بنت اللذين بتكلميها تقليها الله! أنا ما كنتش باصة للموضوع كده خالص يا آلاء، أنتِ إزاي جبتيها؟ أنتِ إزاي شايفاني كده وأنا ما كنتش شايفاها؟ لأ، لأ، مش شايفة، أنا مش شايفة مش شايفة، مش باصة بالحتّة دي خالص، مش شايفة هي إحنا بنبُص كده، هي بتبُص كده. أيوه، هي آلاء بتبُص لنا من فوق، إحنا بنبُص تحت رجلينا. فعلًا، فعلًا. حتت من تحت كده هي باصة من فوق كده، فبتقول لي: "أنتِ طموحة." أقول لها: "مش عارفة ليه أنا حاسة إن أنا ماشية مع التيار، يعني مش باحس إن ده طموح، أنا باسعى." يعني أنا باسعى كرم من كرم ربنا عليّا إني ما دقّيتش باب في حياتي إمم. غير لمّا ربنا بيفتحه لي من أوسع أبواب. طب وأنا بقى اللي هو أنتِ عارفاني طبعًا شخص آه. متردد جدًا يعني، إحنا بنرجع أدق خطوتين بالراحة، لورا أصلًا. آه. أدق بالراحة كده، أدق بس بالراحة كده من بعيد، ألاقي الباب اتفتح لي من أوسع أبواب، تُقفي أنتِ بقى قصاد الباب ده حاسة إن أنتِ قد كده، يا رب قليلة جدًا. ده أنا دعيتك، ده أنا دعيتك بس دعوة واحدة، بس كانت إيه، بقلب صافي، وفيها أنا بادعي وأنا جوايا الرضا بقضاء ربنا واليقين، وده بيضيع مننا تمامًا ما في لحظات. بنفتكرهاش، صح، إن إحنا ندعي وفي قلبنا كل ده، صح. رضا، أنا راضية باللي ربنا هيقسمه لي، واليقين إن أنا في عينين ربنا، إن مع العسر يسرًا، دي بتودّي الواحد في حتت تانية خالص، بس فين بقى مع الشيطان، مع سرعة الحياة، مع الذهول اللي الواحد عايشه، مش أنا في ذهول. تاخد القلم وتصحى على الذهول في حاجة تانية، تاخد القلم وتصحى على الذهول في حاجة تانية. مسخرة والله. نورتيني يا حبي، وأنا سعيدة جدًا بهذا اللقاء، وأنا واثقة كامل الثقة إن الحلقة دي مختلفة totally. طنط بتعمل لي كومنتات على البودكاست بتاعي، فاهمِك أنتِ. أيوه. هم يعني ربنا يديهم الصحة ويبارك لي فيهم، آآ هم نُص الكوباية المليان. دي حقيقة. فاهمة؟ ربنا بس يعني ده إيه، ما خير الكلام ما قل ودل، هم إمم. نُص كوباية، والواحد كل ما بيكبر، إمم. كل ما بيدرك ده أكتر. صح، أكتر وأكتر، صح، صح، صح. ربنا يديهم الصحة ويخليهم لي يا رب، ويبارك في كل الأبهات والأمهات الصغيرين أو الكبار، إمم. ويبارك في كل في كل حد عايز يعني دلوقتي هاقول بقى هادّيكِ حتّة بقى، حلو. في كل حد بيحاول يصنع أثر. وأنتِ خير مثال أنت على صُنع عندك الأثر. أثرين، إمم. أنتِ عندِك أثرين، أثر أنتِ بتصنعيه ما بينِك وما بين ربنا، وده صراع، وأثرِك ده هتشوفيه يوم القيامة في كتابِك اللي الملايكة بيكتبوه، صح، صح. وعندِك أثر legacy سيرتِك، legacy سيرتِك. legacy أثرِك وسيرتِك ما بين الناس. أنا مع الابتلاءات الشديدة اللي الواحد بيشوفها اليومين دول، آخر عزا أنا كنت حاضراه كان شاب مات في حريق بيدافع أو بيحاول ينقذ شغل عيلته، إمم. الواد ده نسمة، هُم يعني تحسّي اللي بيتوفّوا وهُم صغيرين ده سبحان الله. بيبقوا ملايكة في الدنيا وربنا سبحان الله. بياخدهم بدري عشان ما يتلوثوش بالقرف بالإيدين. اللي بيحصل في الدنيا. صح. أثره إيه؟ محترم، السيرة الطيبة. مؤدّب، السيرة الطيبة. ابتسامته على طول على وشه، بيشتغل من وهو قد كده مع أهله، هو شخص يُعتمد عليه. ياه! ده سيرة طيبة، منصورة كلّها كانت في العزا، يا إمم. لهوي! ده سيرة طيبة، ده شهيد، لإن هو شوفي أثر، يا رب بإذن الله طبعًا إحنا ما لناش إن إحنا نقول مين بيموت إزاي، الواحد ما بيبقاش له اختيار، بس صح، شوفي صح. الأثر اللي هو اشتغل عليه من اختياره إمم. بابتسامة، ابتسامة رسمها على وشه وهو بيكلم حد، موقف كان ممكن تبقي صعبة وتقفشي بس اخترتِ إن أنتِ تقابليه بابتسامة، إمم. شوفي الأثر اللي بتختاري إن أنتِ تعمليه. أنت عندك امتحانين في إمم. الدنيا، تقابل ربنا بوجه كريم
صح. ودي بقى اللي ما بينك وما بينه الحاجات اللي بتعملها في إمم. الخفا وكلامك مع ربنا وإنك تبقى شايفه في كل خطوة أنت بتمشيها، وإنك تبقى شايفه في كل خطوة برضه وأنت بتتعامل مع الناس عشان أثرك والlegacy بتاعك يبقى طيب وعطر للناس. أنا أثري كبنت، هل أنا قصّرت في حق أهلي والّا كنت على قد ما أقدر باحاول أبقى جنبه؟ أثري كأخت زي ما هم support system، هل يا ترى أنا support system ليهم أيوه يا فندم، والّا لأ؟ أيوه، أثري لولادي وزوجي، هل أنا كنت جنبه وكنت قد الثقة وكنت أيوه، شايلة الحلو مع الوِحِش؟ أيوه هل شُفت. أنا أم وصديقة وقريّبة والّا رخمة وتقيلة ك أنتِ ك ك الأمان. ك في أيوه. الشغل؟ إمم. في الشغل هل أنا راعيت ربنا في كل كلمة أنا قُلتها والّا كنت باتلصق والّا كنت باعدّي في علاقاتي مع البشر، في علاقاتي معاكم كصديقة، هل أنا واقفة جنبكم زي ما أنتم واقفة جنبي، وأنا ماشية في الشارع باختار إن أنا أبتسم والّا لأ، والّا أثري بقى أنا كشخص شكلي عامل إزاي لمّا أموت والناس تدعي لي، فالواحد بيحاول يختار أثر. هيفتكروني إزاي؟ إمم. هيفتكروني إزاي؟ لإن هو قريب أوي، هو قريب بس إحنا مش مستعدين له، بس إحنا مش بس فبنحاول هو نستفز الوقت. السهم بتاعنا إمم. خلاص طلع. إنما الإنسان أثر، فاصنع أثرك، وأنتِ كل اللي أنتِ قُلتيه ده كُلّه أنتِ بتحاولي تصنعي أثر، وكل اللي هيسمع الpodcast ده هيقول لِك على الأثر اللي أنتِ سايباه في حياته، فأنتِ خير مثال على صُنع الأثر. بس إحنا هي بُصّي خدي بالِك يعني ربنا يرزقنا حُسن الأثر زي ما أنتِ بتقولي، إمم. السيرة الطيبة، البُعد عن النفاق، وإن هو يساعدنا على مجاهدة الكذب، لإن أنتِ في اختبار بشكل يومي، إنِّك إمم. ترقي بقى ما بين كل الأحاسيس وما بين كل الملابسات بتاعة الحياة اللي إحنا عايشينها. إزاي تبقي بني آدم كويس، إزاي تعرفي تفصلي ما بين الحق والباطل بسيف بَطّار، الدنيا إمم. دلوقتي صح. بقت يعني من كتر ما الغلط بقى بيتعمل، فدخل في إن هو بقى مُعتاد آه. وعادي ودخل في دايرة وإيه يعني ما دام هي in public with no feelings، no إيه fear. المشكلة؟ إيه المشكلة؟ صح. إيه المشكلة؟ أنا لا أدعي المثالية وأنا لست مثالي، ولكني أسعى لرضا الله إن الواحد لو عمل حاجة وحشة أو لو عمل حاجة غلط أو لو عمل سيئة يبقى له مرَد، صح. نحن نبعد عن الكمال، وده بقى حتّة خلّينا نrelate زي ما قُلنا في الdiet أو إمم. ما فيش حد كامل، بس بتسيبي على طول الإيه، الحتّة المرجع للأمان، أعرف أرجع تاني. أرجع للطريق الصح موجود عندي، موجود، بنحيد عنه بس بنرجع له تاني. نحاول نكبّره، يعني إحنا إمم. دلوقتي ده اللي أنا باحاول أعمله، إمم. ما هو أمّا آجي خدي بالِك اللي جاي مش قد اللي رايح، يعني أنتِ بتلحقي أبقى لي مرجع وأعمل لولادي اللي هم بقى الأثر الحقيقي إمم. صح. اللي الواحد بيبقى سايبه، صح. بيبقى basics يرجعوا لهم. صح. جوّاه زي الصخر يحيد إمم. شوية ويعرف يرجع، ودي في زماننا ده mission impossible 4، إمم. يعني هي دي آه. آه. المهمة دي مهمة صعبة، مستحيلة. لإن أنتِ أساسًا إمم. معدنِك أنتِ بادئ يتأثّر. آه. آه. صح. أنا باحافظ على معدني وباصنع وبافحر في الصخر علشان أعمل عشان معدن ربنا يعيننا جميعًا ما حدش بيبقى قد المسؤولية لوحده، إمم. بس لمّا بقى تحصّني نفسِك بربنا وبإيمانِك وبرضاكِ وبيقينِك هتقدري توصلي، أنا هاقدر أوصل لإن ربنا رايد كده. أنا مش عايزة أقفل الحلقة معاكِ. لا والله نوّرتيني في بودكاست يا فندم، وأنا سعيدة بالقعدة اللي إحنا قعدناها، القعدة الحلوة اللي إحنا قعدناها. كانت معاكم ماجي ناجي، باحاول أصنع أثر مع أصدقائي اللي already بيصنعوا أثر، فإن شاء الله لنا لقاء آخر. لو في لسه حاجات في الdiet طلعت جديدة غريبة، في كلام تاني آه، لسه عايزين نقوله، نعمل حلقات جديدة مع علاء منصور. معاكِ، معاكِ. نورتيني يا حبي.